تعالي بقى لما اعرفك ازاي تنضفي البوتاجاز بتاعك ومن غير اي حاجه. هتقولي ازاي؟ اقولك والله من غير اي حاجه. هاتي بس حته سلكه ناشفه وشويه صابون من اللي بتغسلي بيهم المواعين وتعالي نبدا. يلا، اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا بنضف البوتاجاز. طبعا انا سبت لكم البوتاجاز ده يطلع عينه علشان اعرف اعمل لكم الفيديو واوريكم الفيديو واوريكم ازاي البوتاجاز معفن. معفن بمعنى الكلمه، يعني كان بايظ خربان. انتوا شايفين بعينيكم كل حاجه. زي ما انتم شايفين كده جبت بقى شويه صابون من بتوع المواعين اللي انا بغسل بيهم المواعين عادي، وهبتدي ان انا ازودهم. دي ميه سخنه مش ميه ساقعه، ميه جايباها من الحنفيه سخنه. هوريكم بقى ازاي، بس خليكم معايا واحده واحده للفيديو علشان خاطر بوتاجازك يطلع بينور. قسما بالله بينور. بس انا عايزاكم تركزوا في شكل البوتاجاز في اول الفيديو وركزوا في شكل البوتاجاز في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين هي السلكه دي الناشفه اللي انا قلت لكم عايزاها. لو السلكه بتاع المواعين التانية الناعمه مش هتنفع خالص وهتلسعك وانتي بتعملي البوتاجاز. وغير كده البنات اللي ما بترضاش تلبس، يعني ما بتعرفش تلبس جواندي او كلافز وهي بتغسل حاجه. فطبعا انا جبت حته سفنجه كده بغسل، حطاها برضو مع المواعين بغسل بيها برضو. جميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا طبعا حطيتها كعازل كده ان انا ما تلسعش او صوابعي تتحرق. زي ما انتم شايفين بقى انا بايه سبتها ان هي تسخن شويه. يعني بتسيبها لمده 5 دقايق كده. اول ما بتلاقي العين سخنت بتروحي طافياها وتبتدي ان انت تحط عليها شويه صابون وتنزلي عليها بقى هتتك بتك كده. تمسكيها بصي ما تسيبهاش غير لما تلاقيها بتنور في ايدك. طبعا البوتاجازات القديمه قوي اللي بيبقى فيها البقع ماسكه جامد دي بتعمليها مره واتنين وتلاته. يعني ممكن تعمليها مره وترجعي تاني بعدها لما تيجي تعملي عليه اكل وكده وتخلصي تغسليه تاني وتفضلي مره على مره هتلاقيه اتظبط معاكي باذن الله. زي ما انت شايفه الفرق شاسع طبعا. انت كنت شايفه دي العين دي كانت عامله ازاي الاول، وانتوا شايفين العين اللي وراها دي عامله ازاي. هنبتدي بقى، انا قربت لكم الكاميرا عشان اوريكم. طبعا دي العين اللي احنا غسلناها في الاول، دي الكبيره. زي ما انتوا شايفين بتلمع ازاي. طبعا بتمسكي في حته السلكه كده وتفضلي تدعكي فيها. طبعا ما تخافيش من اي حاجه، ده هيلمعها. ولا بتحطي بطاس ولا بتحطي اي حاجه خالص تاذي ايدك او بشرتك. يا دوب بس بشوية صابون، ولو ما عندكيش صابون كمان ممكن تستعملي الرابسو، هيبقى جميل جدا جدا. زي ما انت شايفة كده هبتدي ان انا اغسل بيها. انا طبعا الفيديو مجرياه، يعني انا قعدت بقعد في البوتاجاز يعني مش كتير. هو يعني مثلا ممكن معاكي من نص ساعة لساعة الا ربع وانا ماسكة البوتاجاز كده بغسل بس في العيون بتاعته. زي ما انت شايفة كده هبتدي ان انا يعني بحاول ان انا ادوس عليها واضغط عليها جامد. وطبعا كل ما مثلا ما بلاقي السلكه ان هي بتسخن حاجه بسيطه بروح شايله ايدي ابلها ميه واروح جايه تاني ابلها ميه بصابون واروح جايه عليها تاني. زي ما انت ماشيه امشي بس بالتريكات دي وهتلاقي ان شاء الله البوتاجاز بتاعك زي الفل وتدعي لي كمان. زي ما انت شايفه هو بيلمع الصراحه. يعني والله العظيم كان الاول معفن جدا. انتوا شايفين العيون عامله زي العيون بايظه خالص، بايظه نهائي. طبعا انتوا شايفين الفرق شاسع جدا جدا جدا. طبعا بقى انا ضفيت العين الصغيره دي وهحط عليها شويه صابون. على فكره ما بيستعملش صابون كتير خالص، قسما بالله انا كل اللي استعملتهم ما يكملوش اساسا. يعني اللي انا حطيته ده كله طلع كتير قوي كمان. اللي انا استعملته يعتبر ربع كوبايه من الشاي. الكوبايات بتاعت الشاي دي يعتبر ان هي ربع كوبايه كمان مش نصها. زي ما انت شايفه هو ما بياخدش حاجه خالص. ولو انتي بقى بوتاجازك نضيف ويا دوبك عايز تعملي له بس كده بصي في ثانيه مش هياخد معاكي، والله العظيم ما يكمل معاكي 5 دقايق. بس انا اللي خلاني اخد مثلا وقت من نص ساعه لساعه الا ربع ان هو البوتاجاز فعلا كان بايظ خالص. زي ما انت شايفه العين دي بقى يعني بتطلع عيني يعني قوي لحد ما اجي اعملها. زي ما انت شايفه كده هبتدي ان انا اجيب اي قماشه وهبتدي ان انا اغسل فيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. يا ريت تفضلوا ماشيين على الطريقه اللي انا بعملها علشان خاطر البوتاجاز بتاعك يطلع زي الفل زي ما انت ما شايفه كده.
وهبتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده بغسل فيها. بس طبعا انا ضغطت جامد على الحتة دي اللي فيها دي، فما نفعتش. جيت عشان اولع البوتاجاز تاني علشان خاطر اسخنها، لقيت البوتاجاز مش هيشتغل معايا غير بعد ما نشف الميه وينشف خالص. فطبعا قلت خلاص مش مهم، الحته دي هبقى اعملها المره الجايه باذن الله. زي ما انتم شايفين كده اللي حواليها كله نضف من عدا الحته دي. مره على مره هتلاقيه اتظبط معاكي وهتلاقيه بقى زي الفل. انت شايفه بقى السواد ده كله اللي في النص السواد. طبعا انا بستعمل كل العيون، مفيش عين ما بستعملهاش، عشان كده مفيش ولا عين بغطيها خالص، مغطياها. طبعا زي ما انت شايفه كده انا بنتش زي ان هو بنتش كده السلكه، يعني ان انا بدعك جامد كده وبنتش ايدي في نفس الوقت عشان خاطر ما تلسعش. بس لو لابسه جلافز او جواندي في ايدك هيبقى احسن، بس برضو مش هتبقى متحكمه، يعني هيبقى احسن في ان انت ما تتحرقيش. بس اهم حاجه اللي تخلي بالها تخلي بالها وهي بتغسل، هي دي الست الشاطره اللي ما بتتلسعش من حاجه. زي ما انتم شايفين طبعا العين الكبيره عملت زي العين التانية، يعني اللي نتفوا معانا هم 3 عيون، والعين دي والعين التانية نتفوا برضو. مش هقول ما نتفوش، نتفوا 50%، مش هقول 100%. بس الحتت دي طبعا عايزة مرة على مرة ان هي تتغسل عشان خاطر قعدت فترة كبيرة ما اتغسلتش. زي ما انتم شايفين وانا قلت لكم ما استعملتش اي حاجة خالص من اللي بتتباع على النت دي او اي حاجة اللي بيتغسل بيها الستانلس والعيون والحاجات دي خالص. انا كل دون حاجات مستعملاها بايدي وحاجات في البيت. زي ما انتوا شايفين كده والله العظيم دي حاجة عظمة. يعني دلوقتي انا شديت المية خلاص، مسحتها شطفت وخلاص على كده. زي ما انتوا شايفين كده اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعملوا لنا تعليق، وما تنسوش تعملوا شير.